بداية خلونا نتذكر مع بعض أحداث الشيخ جراح في سنة 2021 والسبب الرئيسي يلي خلى مارك ينزل اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني ومنصريه، طبعا مش لسواد عيوننا ولا حبا فينا. حملة النجمة الواحدة اللي كانت سبب في نزول أسهم شركة فيسبوك في الأسواق العالمية، وبما إنه سياستهم حرب إعلامية وتكنولوجية، خلونا نشتغل سوا دعم وتضامن مع أهلنا بغزة. لا، بما إنه مارك منزل بوست إدانة ضد أبطالنا وإنجازاتهم ودعم للعدو، خلونا كنا ندخل على الجوجل بلاي والأب ستور على كل التليفونات والآيبادز والكمبيوتر. أهم شغلة نركز على ال6 تطبيقات هدول، لأنه اقتصاد العدو كلهم مركزين على ال6 تطبيقات. هلأ أنا دخلت على الأب ستور، راح أبلش تقييم. أول إشي بتطبيق الانستغرام، كتبت الاسم فوق، عملت بحث على التطبيق. أول ما طلع لي التطبيق راح أحط تقييم نجمة واحدة. أوكي، بعد النجمة واحدة أهم إشي نكتب في الرايت ريفيو اللي هي الآراء. بنكتب الانحياز مع إسرائيل أو تقييد حرية الرأي للفلسطينيين أو تحريض الإسرائيليين على العنف وقتل الفلسطينيين. بيفضل يكون التعليق بالإنجليش. أنا كتبت إنه agreement with إسرائيل against Palestine. يفضل تكون باللغة الإنجليزية. أهم شغلة التعليق يكون فيها أي إشي، أي كلمة له علاقة بالقضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال والإشي اللي بيصير حاليا في غزة، ويفضل يكون باللغة الإنجليزية. هلأ أهم شغلة لازم نقيم كل التطبيقات ال6، ما تنسوا ولا تطبيق. وأهم شغلة ننشر الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس وعلى أكبر نطاق، وما تحكوا إنه مش قادرين تساعدوا وإنه مش قادرين توقفوا مع أهلكم بغزة. طول ما أنتم معكم تليفونات فأنتم قادرين تساعدوهم، وذلك أضعف الإيمان. أهل غزة من حقهم يعيشوا بكرامة وأمان.